لبن متغير طعمه وشكله ولونه، ولا ناخد حاجه صناعي من اسمها صناعي؟ كان اللبن قليل. طب ما هو اللبن طبيعي بيبقى قليل اول 3 ايام. طيب دلوقتي انت بترضعي طبيعي ولا صناعي اكتر؟ الاتنين. ردي عليا يا ماما بامانه. صناعي. بالصناعي. ايوه. بتدي طبيعي تلاقيها ما خدتش تقومي اديها صناعي على طول. الصناعي اسهل صح؟ والصناعي بترتاحي فيه وبينيمها. بينيمها، الطبيعي ما بينيمهاش. الطبيعي ما بينيمهاش. طيب عايزين ندي رساله يا ماما وللناس وليكي، الطبيعي افضل 100 مره. اول 3 ايام اللبن بيبقى قليل خلاص، لبن اسمه السرسوب بينزل 20 مللي في اليوم كله، مفيد جدا للمناعه. كل ما بنرضع كل ما اللبن بيزيد، كل ما برضع كل ما اللبن بيزيد. كل ما هيدي صناعي كل ما اللبن هيقل، وبعد كده تلاقي اللبن نشف في صدرك خالص. اللي فيه مناعه الاحسن بكتير من الصناعي، اللي بيدي مناعه طول عمره مش اول فتره بس، طول عمره. الطبيعي الرخيص اللي ربنا منزله، اللي الصبح غير بالليل، اللي فيه لو بيبي تعب ينزل له اجسام مناعيه، بالليل ينزل له هرمونات النوم فينام. الصبح اللي طعمه مختلف، تاكلي فسيخ ينزل، طبعا فسيخ ممنوع، تاكلي اي حاجه تلاقي اللبن طعمه اتغير. لبن متغير طعمه وشكله ولونه، ولا ناخد حاجه صناعي من اسمها صناعي؟ اللبن طبعا ماشي. طبيعي. طيب الدكتور دخله في اول يوم في المستشفى، قدر الله ما شاء فعل، من دلوقتي توعديني وتوعدي الناس خطه من دلوقتي ازاي نقلل اللبن الصناعي تدريجي، هنقلله سوا. اتفقنا؟ قولي اتفقنا. اتفقنا. ماشي يا ان شاء الله خير.